أنتقل وأعود إلى يوسف عزت المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، حيث أن الاتصال عاد معه. سيد يوسف، أهلا بك مجددا. كنت أسألك عن رؤيتك ومواصفات أو كيف تصف أرض المعركة لديك ومجريات المعركة على الأرض هناك سيد يوسف. المعركة تبدو في خواتيمها. الآن سيطرت قوات الدعم السريع على مغار القيادة العامة، على مبنى الاستخبارات العسكرية، على مبنى الشرطة العسكرية، على منزل البرهان، على كل المواقع، وجاري تمشيط القيادة العسكرية، وجاري السيطرة على مقر السيطرة وإدارة العمليات داخل القيادة التي كان يدير منها البرهان العمليات. الآن البرهان هارب. الدعم السريع مسيطر على كافة مداخل ومنافذ الخرطوم وأطراف أم درمان، ومتواجد في كل مكان لحسم المعركة، ولن تحسم المعركة إلا باستلام البرهان شخصيا والإلغاء القبض عليه، لأنه هو اللي جر الجيش لهذه المعركة الخاسرة، هو اللي ورط البلاد كلها في عملية رعناء، عملية طائشة. هو يعتقدها أنه يستطيع بالطيران أو بإمكانيات الجيش أن يحسم المعركة في دقائق، ولكن تفاجأ بأن الدعم السريع هو لا يمكن هزيمتها ولا يمكن. طيب سيد يوسف، ذكرتم بأن جميع المقار تحت قيادتكم وأن المعركة على مشارف الانتهاء، ولكن قبل قليل الناطق باسم الجيش السوداني قال بأن جميع المقرات أو مقرات القيادة تحت سيطرتهم هم. إذن في ظل هذا التباين في التصريحات، هل لديكم أي تأكيدات بأنكم بالفعل تسيطرون على المقار الأساسية والحساسة من الخرطوم؟ نحن لدينا تأكيدات. نحن نشرنا صور فيديوهات من داخل منزل البرهان، نشرنا صور من داخل مقر الاستخبارات العسكرية. لدينا تأكيدات وعلى استعداد الآن أن نستضيف أي قناة تدخل هذه المغارة التي نسيطر عليها وتصورها. هل تتمكن كاميرا العربية الدخول معك سيد يوسف؟ نعم. نحتاج تأمين دخول القناة العربية للموقع. نعم، فقط بالترتيب لضمان سلامة الطاقم. سنرتب ذلك في الساعات القادمة. نحن نسيطر على القصر الجمهوري، نحن نسيطر على كل المغار المتواجدة على طول شارع النيل، كل الوزارات. نحن نسيطر على كافة مداخل ولاية الخرطوم، الكباري، كافة الكباري التي تربط بين الخرطوم والمدن الثلاث الأخرى. نحن فقط عبر هذه القناة نطمن المواطنين إن هنالك دعاية إن الدعم السريع يعتدي على المواطنين أو ينهب ممتلكاتهم. هذه دعاية رخيصة. نحن نؤمن المواطنين ويشهد بذلك كل المواطنين في الشارع. نؤمن المواطنين، نؤمن المغارة التي نستلمها ولا ندخلها ولا نعتدي على وثائقها ولا على أوراقها ولا على هذه ممتلكات للشعب السوداني. ماذا عن تواجد أعضاء من الدعم السريع سيد يوسف في الأحياء المدنية وبين المنازل المدنية وكأنهم يستخدمون المواطنين كدروع بشرية؟ لا، نحن لا نستخدم المواطنين كدروع بشرية. نحن متواجدين في الشوارع الرئيسية في الأحياء، متواجدين لتأمين المواطنين أنفسهم. هنالك ميليشيات يقودها أسامة عبد الله وتأتمر بأمر علي كرتي. هذه ميليشيات إسلامية، هذه ميليشيات متطرفة تريد أن تجر البلاد لحرب أو المواطنين لحرب وتعمل على التعبئة. يعني طرف ثالث؟ تتحدث عن طرف ثالث؟ هنالك طرف، نعم، هو ليس طرف ثالث، هو يأتمر. حتى الساعات الماضية كان يأتمر بإبرة البرهان. هذه العملية التي خضناها الآن نيابة عن كل الشعب السوداني هي عملية مدبرة، تم اتخاذ القرار فيها يوم 6 أبريل باجتماع البرهان مع علي كرتي أنه يسانده لاستلام السلطة والانفراد بها، وأن هذه الميليشيات وهذه المجموعات تسانده. هذه عمليات موثقة. نحن نشرنا فيديو لاجتماع علي كرتي والبرهان عثرنا عليه من طرف من شخص يعمل معهم. هذه المعلومات. نحن نواجه حرب تصور بأنها حرب بين الجيش والدعم السريع، ولكن في حقيقتها هي حرب بين مجموعات إسلامية على رأسها البرهان وعلى رأسها علي كرتي وعلى رأسها أسامة عبد الله. نحن نواجه حرب يقودها تنظيم مسلح، تنظيم اختطف القرار داخل القوات المسلحة ويحاول باسم القوات المسلحة أن يفرض واقع جديد وأن يعيد نظام أسقطه الشعب السوداني في ثورة ديسمبر. نحن معركتنا ليست معركة غليلة، ولكن نريد الشعب السوداني أن يفهم ذلك والعالم أن يفهم ذلك. نحن نواجه قوة على الأرض، نحن نواجه قوة مؤدلجة، نحن نواجه قوة اختطفت الجيش وتحاول تسخير الجيش. نحن الجيش ليس عدو بالنسبة لنا، والجيش نفسه تم توريطه في هذه العملية. الجيش بريء. الآن نحن معنا لواءات من الجيش تم انضمامهم. الآن الفرق في كل الولايات
كل الفرق ليست طرفا في رئاسات الفرق ليست طرفا في هذه المعركه، جميعهم ابدوا استعدادهم للتسليم. وهناك ايضا اطراف من الدعم السريع اعلنوا انشقاقهم كذلك والانضمام الى الجيش. نعم، هذه عملية. هنالك ضباط في الجيش، مثلا الناطق الرسمي تم اختطافه على التصريح بأنه انضم للجيش. نحن نعلم ظروف وملابسات اعتقالي. هنالك ضباط، نعم هناك ضباط أبدوا الرغبة في أنهم يمشوا. نحن لا نجبر أحد يقاتل معنا، نحن نقاتل بالقوة التي نستند عليها وهي القوة الحقيقية للدعم السريع، وما زالت هنالك قوة لم تدخل المعركة حتى الآن. نحن مستعدين لكل المعركة. ماذا تريد الدعم السريع للوصول لحل سلمي وتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار؟ هل هناك أمل إلى لا ذلك؟ يوجد وقف إطلاق النار مع من؟ البرهان الآن لا يسيطر على شيء. البرهان الآن لا يسيطر على الجيش. نحن الجيش ليس عدونا الآن. القوات المسلحة في الشارع هائمة على وجهها، ليست لديها قيادة. إذا أردت أن أوقف إطلاق النار لازم أن تكون هناك قيادة للجيش أتعامل معها. الجيش الآن بلا قيادة، البرهان الآن هارب. فنحن نوقف النار مع من؟ نحن سنفرض سيطرتنا كاملة على ولاية الخرطوم وعلى كل ولايات السودان، والأمر سيقرره الشعب السوداني. تقصد أنه خارج البلاد أم ما زال داخل البلاد برأيك؟ لن يستطيع الخروج خارج البلاد. نحن نسيطر على مطار الخرطوم، على مطار مروي، على مطار الفاشر، على مطار نيالا، على كل المطارات. لن يستطيع الهروب إلى خارج السودان ولن نسمح له بذلك. يجب أن يقبض ويحاكم، ولدينا الوثائق والأدلة التي تحاكمه بتحالفه مع التنظيم الإسلامي لإعادة سيطرته على البلاد. طيب، مع انهزامات المعركة سيد يوسف ماذا ستفعلون؟ ما هي الخطوة التالية بالنسبة لقوات الدعم؟ نحن نتشاور مع قوة سياسية ومع كافة الأطراف، على اتصال بكافة الأطراف السياسية. الأمر سيرد للسلطة السياسية. ما زال نائب رئيس مجلس السيادة هو نائب رئيس مجلس السيادة، هو يمثل السلطة كويس. وسنتشاور مع كافة الأطراف السودانية لتشكيل موقف موحد للتعامل مع هذا الأمر، للتعامل مع مستقبل السودان. نحن نناشد القوى الدولية وكافة الأطراف المهتمة أننا الآن على الأرض نسيطر، وان ما زال نائب رئيس مجلس السياده هو يمثل السلطه، وما زالت القوات على الارض تستطيع حمايه البلاد. نحن نتعامل مع واقع موجود، لن نفرض واقع جديد. طيب، ماذا عن الاتصالات والمحاولات والمناشدات الدولية سيد يوسف؟ يعني كان هناك اتصال لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع قيادتكم، ماذا دار في هذا الحديث أو في هذا الاتصال؟ نحن نرحب بكافة الأدوار التي يمكن أن يلعبها أشقائنا السعوديين والأمارات والمجتمع الدولي وكلهم، ولكن الآن نحن في خضم معركة وننظف آخر الجيوب المتبقية لهذه العصابة، وبعدها سنتعامل مع كافة المبادرات التي تأتينا بصورة إيجابية. نحن لا نقاتل لأجل شخصنا، نقاتل لأجل الشعب السوداني، وكل أصدقائنا الذين يودون مساعدتنا في هذا الإطار مرحب بمبادراتهم، وليس لدينا أي اعتراض على أي مبادرة. نحن فقط نؤكد على أننا لا نسعى لفرض واقع جديد. الواقع موجود، والآن هزم البرهان ونطارده، وبعد حسم المعركة النهائية سيقرر الشعب السوداني ماذا يريد. طيب سيد يوسف، هل هناك هدنة مرتقبة مرة أخرى؟ يعني الهدنة السابقة هناك أنباء تحدثت عن فشلها وأنها طبقت جزئيا، هل هناك هدنة مرتقبة أو محادثات عن ذلك؟ أنا أقول لك أن الأمر ليس هدنة، الأمر سيحسم بشكل نهائي وستعود الحياة إلى طبيعتها. وسيتحرك المواطنين بحرية وستفتح الأسواق وكل شيء. هذه معركة نحن الآن نتحدث في خواتيمها. نعم، أنا لا قد تكون هنالك مفاجآت في المعركة، ولكن نحن قادرين على التعامل مع كل المفاجآت. نحن التزمنا بالهدنة اللي طلبها سيد فولكر، والتزمنا ووقفنا الاشتباك في كافة الجبهات، ولكن البرهان فاجأنا بإطلاق بتوجيه الطائرات تضرب قواتنا، وأبلغنا الأمم المتحدة بذلك، وتلك هدنة لم يلتزم بها، والآن لن يستطيع هو الالتزام بأي شيء لأنه لا يملك أي شيء. طيب سيد يوسف، يعني سؤالي الأخير ربما لك، يعني تتحدث عن خواتيم المعركة، ولكن المعلومات تشير إلى أن قدرة الجيش أكبر بكثير ربما من قدرة الدعم السريع من ناحية العتاد والأسلحة والعدد كذلك. أختي، نحن سيطرنا على مغارة الجيش. نحن الآن بيدنا 200 دبابة سيطرنا عليها من الجيش، 200 دبابة بحالة جيدة وجاري إدخالها للمعركة. نحن سيطرنا على مغار كل الجيش فاقد الاتصال بقيادته.
الآن الجيش ليس لديهم رغبة للاستمرار للمعركة. نحن لا نقول أن أعدادنا أكبر من الجيش، ولكن قدرات الجيش لن تستخدم في المعركة مرة أخرى، ونحن قادرين. الآن فقط الطيران هو الذي يهاجمنا، ونحن قادرين للتعامل معه. واضح. شكرا جزيلا لك يوسف عزة، المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، على هذه المداخلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.